السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في قناتي شهوات مع خديجه. نتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. وصفه ديال اليوم عباره على الدجاج البلدي بالحمض المصير والزيتون وكذلك البصله. صراحه وصفه تستحق التجربه. اليكم المكونات وطريقه ديال التحضير. في طاجين درت واحد الكميه ديال الدجاج البلدي، ما غنحصركم في حتى شي كميه على حساب افراد الاسره ديالكم. ضفت ليه بصيله صغيره مشنفه بهذا الشكل، وكذلك غادي نضيف ليه 3 الفصوص حتى ل4 ديال الثوم، غادي نحكهم بهذا الشكل هذا. وغادي نضيف كذلك واحد المزيج ما بين القزبر ومعدنوس، غير هو يكون المعدنوس غالب على القزبر. بالنسبه للعطريه عندي السكنجبير، الخرقوم، شويه ديال البزار وشويه ديال القزبر حبوب، كذلك شويه ديال الملحه وواحد نص ضامه ديال الزعفران. وعندي شويه ديال الزعفران شعره غادي نقعو في ربيع كاس ديال الماء. وما كانش عندكم زعفران شعره غتكتفيو غير بضامه الزعفران. غنضيف كذلك واحد الطريف ديال حامض مصير، غنقطعو المكعبات في هذا الشكل هذا. غير هو ردوا البال مع الملحه حيت الحامض مصير مالح، كذلك ضامه الزعفران مالحه. هنايا غادي نضيف العطريه اللي ذكرت معاكم. كيف قلت لكم ممكن الا ما كانش متوفر زعفران شعره غتكتفيو غير بضامه الزعفران، حتى هي كتعطيه مذاق زوين. صافي من بعد ما ضفت هاد المكونات غنضيف كذلك داك المنقوع ديال الزعفران. كيف شفتوا راه غير ربيع كاس ديال الماء، ما تكثروش الماء بزاف. صافي وغادي نشرمل هاد الدجاج مزيان بهاد القامه هادي حتى كيتشربها ويتشرمل بها مزيان. عاد غادي نضيف الزيت. صراحه طاجين يستحق التجربه، كيجي غزال. هو الا نصبتو على الفاخر كان احسن، ما كانش الفاخر ولا ما عندكمش الوقت غير على البوطه على نار مهيله كيجي غزال، كيجي معلك، تيجي لذيذ. هنا من بعد ما شرملت لي الدجاج غادي نضيف له هذاك المزيج ما بين زيت الزيتون وزيت نباتي. نتوما نصبوا باش ما بغيتو، باش ما لفين كتنصبوا، يا زيت نباتي يا زيت الزيتون يا بجوج، لكم الاختيار. انا هنا خلطت ما بيناتهم. صافي ديتو لفوق النار. بالنسبه للبصله غادي هذه هي اللي غندير من فوق الطاجين بعد ما كيتشحر. قطعتها بشنينفات على هذا الشكل. كذلك غندير واحد المزيودات الحار. هنا الطاجين بعد ما بدا كيتشحر درتو في الاول كنديرو على نار اللي متوسطه حتى كيتشحر، وكندير فوقو البصيله صافي وكيبغي يطيب ديك الساعه كنخليه يطيب على المهل على نار مهيله. هنا مره كنبدا نطلع عليه. هنا راه بدا كيتشحر. هنا غيبدا يبان لكم المرحله بين مرحله ومرحله فوقاش كنطلع عليه غيبان لكم متقاربين، ولكن غير على حسب المونتاج داكشي علاش بانوا متقاربين. اما انا تنخليه خير الله عاد كنطلع عليه، ماشي كل ساعه كنبدا حاله ساده. غير كيف قلت لكم المونتاج قرب المراحل. هنايا غنقلب الجهه الاخرى باش حتى هي تزيد تدخل معها الطياب شويه وتزيد تشرب القامه. غنغطي عليه مره اخرى ونخليه يزيد يتشحر واحد شويه. هنا عاوتاني راه داز واحد الوقت. عاد غادي نقلبوا الجهه الاخرى بهذا الشكل هذا. صافي وغندير من فوقه البصيله، وغندير كذلك ديك المزيوده ديال الحار، وغندير حامض مصير، وغادي نغطي عليه ونخليه يطيب على المهل. بالنسبه لي انا راه ما ضفتش له الماء نهائيا من غير داك ربيع كاس اللي نقعت فيه الزعفران فقط، حيت طاب على المهل. البصله طلقات الماء ديالها، ما احتاجيتش اني نضيف له الماء نهائيا. دائما الطاجين كيف ما بغى يكون نوعه غير طيبوه على المهل كيجي المذاق خطير. كذلك ما كنحتاجوش كل ساعه نبداو نزيدوا له الماء. هنايا من بعد ما تشحر ضفت له البصيله. من الاحسن الا كانت البصله بيضاء دغيا كتدبال ودغيا كتلبى. غادي ندير مزيوده ديال الحار وندير طريفات ديال حامض مصير. صافي وتيكون الطاجين واجد باش ان نسدو عليه ونخليه يطيب على خاطره. بالنسبه للزيتون ما غنضيفوش دابا، غنخليه حتى تبقى له دوك 5 دقائق باش نطفي عليه. عاد ديك الساعه غادي نضيف الزيتون. هنايا غير وريتكم باللي هانتوما كتشوفوا البصله طلقات الماء ديالها، راه ما ضيفاش الماء نهائيا. صافي خليته كيطيب حتى تعلك بهذا الشكل هذا وشرب وعقاد. جا غزال جا لذيذ. نتمنى وصفه اليوم تنال اعجابكم. قبل ما نودعكم ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعيل خاصيه الجرس. السلام عليكم احبتي، فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.